اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين. النهارده احنا معانا مدير تصوير عالمي، احسن مدير تصوير بجد ممكن تقابلوه. ده مش راي شخصي، ده راي الجمهور، الاستاذ رمسيس مرزوق. اهلا بحضرتك معانا. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك رايك في التنظيم المهرجان السنه دي، وهل ده اتطور من السنين اللي فاتت ولا لا؟ رايك في تنظيم حفله الافتتاح؟ يعني هو تطور عن السنين اللي فاتت فعلا. والمهرجان انا بنظر له مش من ناحيه تنظيم او قد ما بنظر له من ناحيه قيمه المهرجان، قيمه وجود مهرجان للسينما في الاسكندريه بالذات، لان الاسكندريه هي نشأت فيها السينما اول ما نشأت في 1894 كانت 97 1897 98 اتعمل أول فيلم سينمائي في اسكندرية. فاسكندرية من المدن الأساسية اللي تبنت هذا الفن الرفيع. فإذا نناقش المهرجان من ناحية انه فعلا اسكندريه لابد ان يكون بها مهرجان ضخم، مهرجان دولي، مهرجان يجمع الفنانين ويقيمهم ويعطيهم هذا التقييمات اللي احنا شفناها. رأي حضرتك طبعا احنا بنتشرف بيه، بس هو برضو حضرتك طبعا شايف ان المشاركة ما بيننا وما بين دول البحر المتوسط، يعني هل قلت، هل زادت، هل بقى في تعاون ما بيننا وما بين فرنسا اكتر، خصوصا ان هي اكتر دولة دايما بتشاركنا في المهرجان ده؟ يعني لو تلاحظ ان مجموعه من الفرنسيين ومنهم فيليب جالادو رئيس لجنه تحكيم من اللجان، اذا هناك التعاون موجود. انا ما اقدرش اتذكر كل المهرجانات كل سنه كان فيها مين ومين، لان انا في ذاكره شويه ضايعه اليومين دول. انما انا شايف ان في هذا التعاون موجود ومقام، ووجوده مهم، مش بس بيننا وبين فرنسا، بيننا وبين ايطاليا موجود في مشاركه السنه دي، بيننا وبين اليونان، وبيننا يعني موجودة المشاركة مع حوض البحر الأبيض المتوسط مشاركة. عايزين بس نعرف من حضرتك ان كان في الفيلم الوثائقي المصريون ينقذون العالم من الارهاب، ده ادى الى محاولة اغتيال حضرتك في باريس. ايه رأي حضرتك في بعض الجامعات الارهابية اللي بتحاول ان هي تعلن عن محاولة اغتيال حضرتك، وبعض اللي عندها فكر ارهابي وبتحاول ان هي تهدد كل مهرجانات العالم وتوقفها؟ لن تنجح هذه المحاولات لأنهم هم مخطئين، والفن دايما بيرفع راسه ودايما بينتصر على الإرهاب، لأن بدون الفن وبدون الثقافة الإرهاب يقوى. إنما طالما هناك فن وهناك ثقافة وفن حقيقي لن ينتصر الإرهاب عليهم. وأنا لما عرضت الفيلم في فرنسا حاولوا أنهم يغتالوا، إنما ما قدروش يعملوا حاجة، ما قدروش. هو الفيلم اتعرض في التلفزيون الفرنسي واتعرض في تلفزيونات العالم واتعرض كتير واتعرض في جميع القنوات الفضائية المصرية، و... ودليل انه مش نجاح ان انا موجود ومش خايف منهم ولا من اي حد يعني. ورأي حضرتك في ردة فعل الجمهور على الفيلم؟ انا شفت او معرفش يعني، انما رد الفعل واضح من كثرة عرضه في القنوات الفضائية. ايه اخر الاخبار فيلم عن اسد سينا؟ وصلت حضرتك هنا لمرحلة ايه؟ لان السنة اللي فاتت كنا عملنا حوار مع حضرتك، كنا بس حضرتك كان مواجهك بعض المشاكل، فهل المشاكل دي اتحلت مع الانتاج ولا لسه؟ اتحلت مع الانتاج، والنهارده بنصحح الوان الفيلم، واتمنى انه هيتعرض في اكتوبر ان شاء الله. احنا كنا عرفنا من حضرتك ان حضرتك عملت من انتاجك مجلة كاميرا، احنا كنا عايزين حضرتك تكلمنا عنها، تكلمنا عن المصاعب اللي واجهتك في انتاجها. ازاي قدرت انك يعني كمدير تصوير تنتج مجلة زي دي؟ هو لا، انا دي المجله من 3 4 سنين، وانا بحاول اعمل حاجه باللغه العربيه للعالم العربي عن فن الصوره.
بين الصورة السينمائية والفوتوغرافية، إلا إن تكلفتها عالية جدا عشان تعمل مجلة عن الصورة. الصورة يعني كواليتي لازم تكون عالية في الطباعة وجيدة عشان تقدر توصل للقارئ والمتفرج. إنما التكلفة بتاعتها كانت عالية، وأنا أشكر الدكتور صديق عفيفي إن بالصدفة بتكلم قدامه وبقول إن أنا نفسي أعمل مجلة عن الصورة وده وده، فلقيته تطوع على طول وتبرع بطباعة الأربع أعداد الأولى على حسابه. فده شجعني إن أشوف جهات أخرى تمول. فنقابة المهن السينمائية دعمت المجلة، ولما ذكرت المجلة قدام وزير الثقافة الأستاذ الدكتور عبد الأحد لقيته بدون على طول، كانت مفاجأة ليا، مباشرة دعم المجلة. والحمد لله العدد الأول هيطلع في أول أكتوبر، وأتمنى أنه يلاقي نجاح مع الجمهور. هل حضرتك ليك أي أفلام جديدة هتحصل، أي حاجة تعاونية ما بينك وما بين فرنسا، ما بينك وما بين أي دول البحر المتوسط؟ أنا هعمل فيلم أو بحضر لفيلم عن المرأة التي علمت السويسريين النظافة والعفة. هذا قليل جدا من المصريين يعرفوا أن هذه السيدة أو هذه المرأة مصرية من الأقصر، من قرية أراؤوس. فكانت مفاجأة، وجدت إن كتير من المصريين ما يعرفوش حاجة عنها. إنما هي في سنة 303 كانت وهي أول واحدة فكرت في حاجة اسمها الصليب الأحمر. ليه؟ لأن هي كانت رايحة مع كتيبة حربية إلى سويسرا، ومعاها مجموعة من العذارى أو البنات اللي علمتهم إزاي العلاج بالأعشاب وعشان علاج الجرحى في الحرب. فدي فكرة الصليب الأحمر. فإزاي العالم ينكر هذا؟ إن مين أول واحد فكر؟ وهي مصرية. وإنما سويسرا والعالم الأوروبي يعترفون جيدا بأن سانت فيرينا هي أول واحدة علمت أوروبا النظافة. وتماثيلها اللي موجودة عبارة عن سيدة واقفة ماسكة إبريق بإيد مية للنظافة، والإيد التانية ماسكة مشط الفلاية المصرية القديمة اللي هي من ناحيتين. فدي حاجة كبيرة جدا، وأتمنى. تشرفنا جدا النهاردة بحضرتك معانا، وشكرا، وإن شاء الله نشوف حضرتك قريب.